السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فطيرتين من فطاير البيتزا بمكونات موجودة عندنا في كل بيت. هنحتاج بس 10 جرام من الخميرة، هنحطهم على 600 جرام من الدقيق، وهنحتاج كوباية صغيرة من الشاي هنحط فيها زيت نباتي من أي نوع، وهنحتاج كمان معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة خل، وطبعا 10 جرام الخميرة. هنحط كل حاجة على بعضها، وهنجيب حوالي 350 جرام من المية، 350 جرام من المية الدافية، وهنبدأ كده نعمل العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بالظبط. لازم العجينة بتاعتنا علشان تكون ناجحة لازم تكون طرية وفيها شوية من التلزيق كده. طبعا احنا لما حطينا الزيت بتاعنا سيبنا معلقة واحدة في الكوباية علشان نقدر نلم بيها العجينة، معلقة من الزيت. تمام، وزي ما انتوا شايفين كده سيبنا العجينة بتاعتنا تخمر شوية، وبعدين دهنا الصواني بتاعتنا بالزيت، وبدأنا ان احنا نفرد العجينة كده في الصواني على طول. وهنبدأ نحط بقى عليها صلصة الطماطم بالزعتر وزيت الزيتون، وهنحط عليها بقى شوية من الخضروات الموجودة عندنا في كل التلاجات بتاعتنا، وهنعملها كده بالجبنة والزيتون والخضار. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الآخر. هنحطها في الفرن، وبعد ما نحطها في الفرن قرب ما تستوي كده هنحط عليها الجبنة، وبعد لما هنحط الجبنة بتاعتنا نحطها تاني في الفرن عشان الجبنة بتاعتنا تبدأ تسيح وتتظبط كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله استوت اهي وخرجناها من الفرن. احلى عجينة هشة ولذيذة وطرية، حاجة كده فاخر من الآخر. جربوا الطريقة بتاعتي، ولو أول مرة تشوفوني أنا كوكتيل ابتسام صلاح، ادعموني باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الجميل اللي زيكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.